اليوم راح نتعلم وصفة مارشميلو منزلي حلال بالجيلاتين البقري، ومو بس هاي تقدرون تسووه بأشكال جميلة وألوان اللي تحبوها. راح نبدي أول مرة نحضر الجيلاتين. أول شي أول خطوة ندير المي فاتر عادي لا بارد ولا حار، وهذا هو نوع الجيلاتين اللي راح استخدمه. أهم شي يكون باودر وبقري. طبعا ضروري تستخدمون الميزان بهاي الوصفات لأن هاي الوصفات حساسة. راح نتركها على جنب بحدود 5 دقايق. راح يكون بهاي الطريقة، لما يكون هيجي متفتح الحبات راح يكون هذا جاهز. ممكن تذوبوه بالمايكرويف أو ممكن تحطوه مثل ما هو، يعني أنا ذوبته بس للسهولة حتى أنه أنزل كل المقدار، وراح أخلي وياه شوية من الجلوكوز، هاي مو أساسية، بس الأفضل تحطوها حتى ينخلط زين ويتضاعف. نبدي نحضر القوالب. أفضل شي للمارشميلو سيليكون لأن هو كلش يلتصق، والأفضل تدهنوه. وهنا أنا عندي كلينكس مغطسته بشوية زيت وخليط من النشا والسكر المطحون، راح أكتب لكم مقاديره تحت الفيديو. حضرناها راح نحطها على صفحة حتى تكون جاهزة. ضروري التجهيز مثل ما أنا مسويته الترتيب بالفيديو، لأنه المارشميلو تجهيزه لازم يكون بسرعة، يعني بس يغلي السكر عندنا يكون كل شي جاهز. حطيت المي وحطيت فوقه السكر وبدون تحريك. لما تحطون المي وتحطون فوقه السكر بأي وصفة بيها شيرة يكون أفضل، حتى نتأكد أنه السكر كله ذاب. ولازم يوصل درجة حرارة 115 سيليزي. بس يوصل 115 سيليزي نبدي نديره على حافة الكاسة، ما أريد أدير على الوسط، طبعا نمسح التصوير. ورا 5 دقايق ورا ما يتضاعف نضيف الفانيلا سائلة أو باودر. المهم هذا شكله ورا 5 دقايق أشيك عليه، يعني أوقت المنبه 5 دقايق خفق وأشوف. هنا أنا أكيد بعده سايح لأنه ما يترك أثر، فراح أخفق بعد 1 دقيقتين. هنا تقدرون تحطون اللون أو تقسموها بكاسات وتحطون الألوان اللي تحبوها. المهم أنتم حاضرين الأكياس والفورمات مال التزيين، لأن هذا بس يبرد ويتصلب بعد ما أقدر أشكله. على العموم إذا برد راح أعلمكم شو تسوون. هسه تشيز أنا استخدمت بدون فورمة للقاعدة مال الكب كيك. أحاول أملي الجوانب قبل الوسط حتى ما تصير بيها قبة. إذا حسيتوها تماسكت وما نطت الشكل المطلوب نحطها بالمايكرويف أو على البخار. الحلو بالجيلاتين إنه هو نقدر نعكس العملية كليتها، مجرد ندفيه يسيح نبرده يجمد. تمام. هسه هذه الوجبة جمدت عندي، حطيتها على البخار وراح أرجع أحط اللون الثاني. يعني فوق الأصفر ضفت أخضر لأن أنا أصلا أريد اللون الليموني، يعني الأخضر الليموني، فماكو مشكلة يعني. أنا ما أحب أوسخ الماعين فحبيت أستعمل نفس الكاسة. المهم هذا القوام شفتوه يترك أثر مثالي للتزيين. يمكن أول وحدة كان بعده سايح شوية ففرشت. هنا الأطفال حيساعدوني يحطون الزينة مال الكيك سبرينكلز، ولازم تكونون شوية يعني بالمارشميلو بمطاطية، فمو مثل الكريمة يعني بهاي الطريقة. طبعا راح ياخذ يعني هو يكون جاهز يعني خلال نص ساعة ساعة، بس كل ما تتركوه أكثر راح يتماسك أكثر. يعني هذه وجبة أنا مسويتها قبل بيوم، بس هو خلال ساعتين ممكن يكون خلاص جاهز قابل للأكل. وكل ما يكون المكان همينة بارد راح يتماسك أكثر. بس شوفوا شكله قد لطيف. يعني الجهال تخبلوا عليه سويته لعيد ميلاد بنتي. هنا أنا استخدمت فورمة ثانية شوية نطتني شكل أحلى وأرتب. وهاي هذه اللي سويتها بساعية. تشوفوا بعدها شوية تحسوها مطاطة، يعني اضطريت أحط هواية نشا على مود أقدر ألزمها على ورقة زبدة أو حتى على الصينية مباشرة. الوصفة رائعة أنصحكم تجربوها، راح تستمتعون كلش بعملها. لا تنسون تشتركون بالقناة حتى توصلكم كل الفيديوهات.